السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا، هذا متحف اللوفر معروف. متحف اللوفر جاي في فرنسا، صح؟ جاي مسمي نهر السين. المؤسس نتاعو امريكي من اصل صيني. هو امريكي بصح من اصول صينية. لا يهمنا هذا الامر، راح نعتب على خاوتنا المغتربين اللي في بريطانيا، في امريكا، في المهم كامل مغتربين كامل. علاش ما ديروش كيما المصريين؟ علاش ما تدخلوش المتاحف الكبيره هذه اللي جايه في بريطانيا وامريكان وفرنسا والدول بلجيكا، تدخلوا تبحثوا على التاريخ وتبعثوا لنا فيديو نفضحوهم، ولا يعرفوا غير المصريين؟ ولا عايشين ثم انتوما صحيتوا وانا معكم، غير يدخلوا روحوا بحثوا شويه على التاريخ نتاعكم، ولا رحتوا المهجر نسيتوا الجزائر. مع احتراماتي كامله ليكم، بصح دخلوا جيبوا لنا فيديوهات يا صاحبي. روحوا هذاك تاع الجماجم، هذاك جيبوا لنا فيديو. على بالنا بلي الجماجم المروكيه اللي راهم قاعدوا ثم 6 جماجم برك. الجزائر ما عندهم جماجم. جيبوا لي فيديو اللي تثبت ذلك باش يسكتوا علينا. ولا رحتوا ثم سمحتوا في الجزائر. معليش، شوفوا خوكم المصري، شوفوا اللي يزعف الله يسهل. راني هدرت لكم كلمه تاع حقيقه برك. حطونا لي لايك، هذه خلي المراه كانوا ضحكوا عليهم. مملكتنا عايش نقرن، مملكتنا عايش نقرن. شوف سيادك الجزائري. دلوقتي احنا شايفين في متحف اللوفر في الجناح الاسلامي للمعروضات الاسلاميه، بنشوف خريطه افريقيا زي ما احنا شايفين. هنا البحر الاحمر، رمز لوجود تاريخ او حضاره مؤرخه، الحضاره الاسلاميه. حضاره اسلاميه مؤرخه، ايجيبت معروفه يعني مصر. هي موجوده في مصر، مكتوب ايجيبت، ومكتوب طبعا رمز رسومات او كتابات عربيه بالشكل المصري. الناحيه الثانيه من القاره الافريقيه بنشوف الجزائر متواجده بطريقه الكتابه بالعربيه بالاسلوب الجزائري طبعا. سمعت برتوشي؟ سمعت يا مملكه 12 قرن تاع الخرطي والكذب؟ سمعت يلي ما عندكمش تاريخ؟ سمعت يلي سيادك كانوا صباط الفرنسيين والبرتغال والاسبان؟ سمعت يلي ما عندكش حضاره؟ سمعت يلي ما عندكش متحف واحد في المروك؟ سمعت يلي ما عندكش اثار كيما احنا عندنا اثار في الجزائر؟ سمعت يلي ما عندكش علماء كيما الجزائر عندها علماء؟ سمعت برتوشي؟ ما تنساوش لايك خوتي. الى العالميه اللي احنا بنشوفه فمصر في الشرق والجزائر في الغرب، ولا شيء بعد الجزائر، ولا شيء. ومملكة البرتوش وين راهي؟ أحوجي مملكة طاكوس وين هي؟ ما كانش ماشي نشوف فيها بين مصر والجزائر. وده إن دل بيدل على أن الجزائر هي بوابة الحضارة الغربية الحقيقية للوطن العربي، وكل اللي فعله المستعمر هو سرقة الحضارة الجزائرية العريقة ما تقولش هكذا، يزعفوا المراركة اللي ما عندهمش تاريخ وما عندهمش حضارة. نسبها للا شيء، هو فقط صنع من قبل المستعمر. النهارده بنشوف ويلي واش قال لكم؟ ويلي واش قال لكم؟ ما بوكش قال لكم ولا قال لكم انتم لا شيء المروك؟ عاود لهم اللقطة المصري، عاود لهم. شوف المصري واش قال لكم المروك. شوف كي راح الخريطة واش قال. ونسبها للا شيء، هو فقط صنع من قبل المستعمر. النهارده بنشوف وقالها اخونا المصري هذا راه باحث. قال لكم انتم صناعه فرنسيه، وإحنا على بالنا بلي انتم صناعه فرنسيه، على بالنا بلي ولاد فرنسا حقيقيين ثاني. اني المكافح الرئيسي لبوابه امن الوطن العربي الغربيه هي الجزائر، اعتراف اصيل وحقيقي لانتساب الحضاره الاسلاميه الحقيقيه لصاحبها الحقيقي هي الدوله الجزائريه والشعب الجزائري، لا من نسبت اليه من قبل المستعمر اللي هو اساسا لا شيء. حمروكي ما عندكش حضاره، تفرشتوا وقلنا لكم تتفرشوا. شكرا لهذا المصري، ربي يحفظه. احنا عندنا الجزائريين راه مراقدين، الجزائريين تاعنا اللي في اوروبا راه مراقدين، لاهيين يعمروا في الشكاره، ما على بالهم لا بالجزائر، ما يدخلوا لا المتاحف، ما يبداو يبحثوا. خونا المصري انت كاين واحد رسل لي ثاني خونا كادير طرونتيا ثاني، شكرا ليه، اللي كشف انه كاين 6 جماجم في فرنسا اللي هي جماجم مروكيه. الجماجم الجزائريه كاع هزتها الجزائر وداتها مراكي. روح جيب الجماجم نتاعكم اللي ما داروا ثوره، ما داروا والو، روح جيبوهم من فرنسا. تحياتي لكم، ما تنساوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وخلي الفيديو يوصل للعالميه. سلام.